الفيلم اخوتي تيبدا في واحد فيلاج ملعون ومعزول في وسط الفدادن ديال الدرا. الناس ديالو تنظموا مسابقه غريبه في هالوين، تيخرجوا المراهقين ديالهم باش يقضيو على ساوتوث جاك، وحش اسطوري تيهجم على الفيلاج في الليله ديال هالوين. المراهق اللي تخلص منه تربح في المسابقه، تعطيوه الفلوس وطوموبيل جديده باش يخرج يستكشف العالم، حيت ممنوع كليا على السكان يخرجوا من الفيلاج. يعني الفوز في المسابقه هو الطريقه الوحيده اللي يقدروا يخرجوا بها من تما. المهم المسابقه ديال هاد العام ربح فيها جيم، تخلص من الوحش وجلس ياكل الحلوى اللي في وسط منه بحال الحيوان، لاسباب غادي نعرفوهم في الاحداث الجايه. الدري كما تنشوفوا ربح عائلته دار كبيره في وسط الفيلاج، اما هو فربح هاد الطوموبيل الجديده اللي غادي يسافر بها العالم. توادع مع والديه وخوه الصغير ريتشي، ومشى متحمس حيت غادي يخرج من الفيلاج لاول مره في حياته. داز عام كامل على هاد الاحداث اللي شفنا، وتيبان بلي بقى غير 5 ايام للهالوين ديال هاد العام. غادي نعاودو نتلاقاو مع ريتشي الاخ الصغير ديال جيم، الدري اللي ربح في المسابقه ديال العام اللي فات. المهم ريتشي وصحابو تينوضوا الروينه في الفيلاج، مكروهين عند الناس كاملين الا هاد البنت كيلي اللي عزيز عليها ريتشي حيت تفكرها في راسها ملي كانت صغيره. الدراري هربوا ومشاو يحضروا الاجتماع اللي تيتجرى في المدرسه. اوفيسير جيري جمع المراهقين اللي غادي يشاركوا في المسابقه ديال هاد العام، حذرهم من الخطوره ديال الوحش الملعون، واهم حاجه فكرهم بقواعد المسابقه. قال لهم باللي غادي يتحبسوا 3 ايام في بيوتهم بلا ماكله، باش منين يطلقوهم في الليله ديال المسابقه يكونوا جيعانين ومستعدين للمواجهه. هادشي تيشرح علاش كانوا تياكلوا الحلوى بديك الطريقه، كانوا تياكلوا بحال الحيوانات حيت كانوا 3 ايام ماكلاو. المهم المراهقين خاصهم يتخلصوا من الوحش قبل ما يوصل للكنيسه، حيت تقول الاسطوره انه الا دخل ليها فغادي يفقدوا المحصول كامل ديال الدرا، ومن طبيعه الحال غادي يموتوا بالمجاعه. من هضرتو تفهموا باللي المشاركه اجباريه، يعني كل عائله مضطره تصيفط مراهق واحد يشارك، الا العائلات ديال المراهقين اللي ربحوا في المواسم اللي فاتوا، بحال البطل ديالنا اللي ما مجبورش يشارك بسبب خوه. ولكن واخا هكاك باغي يشارك هاد العام، باغي يوري لوالديه باللي حتى هو قوي وشجاع بحال خوه، عكس هاد المجموعه ديال المراهقين اللي مسالمين وما تيخدموش العنف واخا تيشاركوا في المسابقه. تيبان بلي ما تيامنوش حتى بالوحش، تيقولوا انه مجرد اسطوره تيخلعوا بها الدراري ديال الفيلاج. ولكن صاحب ريتشي خالفهم الراي، قال لهم بلي فعلا حقيقي حيت شافوا من الشرجه ملي كان عاد صغير، عنده الراس ديال القرعه وتيتحرك بطريقه غريبه، شافوا خارج من الفدان الكبير ديال الدرا. ضحكوا عليه الربعه ديال المتنمرين باش يسكت، خوتنا صدقوا عنصريين وعايروه حيت اصله مكسيكي. ريتشي من طبيعه الحال حاول يدافع على صاحبه، ضرب المتنمر اللي سميتو رايلي قدام لوفيسير جيري اللي جرى عليهم بجوج من الاجتماع. رايلي كما تنشوفوا بغى رجع ضربته، وبقى تابع البطل ديالنا اللي هرب تيجري للسونتر ديال الفيلاج. تخبى ليه في السينما فين تخدم كيلي، سولاتو واش مخبي من شي حد، وقال لها باللي باغي غير يشري شي حاجه. شافها تتقرا هذا الكتاب اللي تيهضر على السفر، سولها وقالت ليه باللي الحلم ديالها هو تخرج من الفيلاج، وعدها باللي غادي يديها معاه الى ربح هذا العام، وخرج يهرب من تما قبل ما يشدوه الربعه ديال المتنمرين. تلاقى مع صحابو وحضروا واحد منهم من كيلي، قال ليه باللي هي اللي حرقات المزرعه الكبيره ديال واحد الشيباني. تيبان باللي عندها سمعه خايبه في الفيلاج، ولكن ريتشي ما تسوقش حيت عارف ان الناس ما تيبغيوهاش بسبب لونها، الناس تما عنصريين وما عندهمش مع البراني. المهم ريتشي طلب من صحابو يبقاو معاه في الزنقه حيت وصل وقت حضر التجوال وخاصهم يرجعوا لديورهم. بقى معاه في الاخر غير واحد اللي بدا تيشجعو يشارك معاهم في المسابقه، حيت عارفو قوي ويقدر يربح فيها هاد العام كما دار خوه العام اللي فات. فعلا البطل ديالنا هو اللي شارك باي طريقه، واخا عرف ان والديه ضد هاد الفكره. الدراري دخلوا من بعد في وسط الفدان ديال الدرا باش يرجعوا لديورهم، ما عارفيش الامور الغريبه اللي تطرا تما بالليل. المهم البطل ديالنا وصل سالم للدار وجا نيشان مع الوقيته ديال العشاء، عطاتو مو الرساله جديده اللي وصلاتو من خوه الكبير جيم اللي باقي مسافر ووصل دابا لمدينه نيو اورليانز. سولهم فوقاش غادي يرجع وبدلوا دغيا الهضره بحال الا مخبين عليه شي حاجه. الدري ماده ما جابوا علمهم باللي غادي يشارك هاد العام، ووالديه من طبيعه الحال رفضوه، ما بغاوش يشارك في المسابقه حيت عارفين الخطوره ديالها، عارفين واحد السر خطير غادي نعرفوه في الاخر ديال الفيلم. ولكن ريتشي صحابو ما بغاوش حيت ما تايقينش في القدرات ديالو، قال لهم انه قوي وذكي بحال خوه جيم، وباللي يقدر يربح في المسابقه بحاله. علمهم باللي غادي يشارك بغاو ولا كرهوه، ناض من الطبله وشد عليه الباب ديال البيت بالساقطه، طلق الموسيقى وخرج مستلت من الشرجم ديال البيت، خرق حضر التجوال باش يشم شويه ديال الهواء في الزنقه، جلس يكمي في واحد القنت حتى تسلتات معاه بنت الجيران اللي من هضرتها تنفهموا باللي حتى هي باغا تخرج من الفيلاج. الحلم ديال المراهقين كاملين هما يخرجوا من تما باش يشوفوا العالم. في نفس الوقت في الفدان الكبير ديال الدرا تيبان لينا هاد الشيباني داخل يوجد واحد الفزاعه، جبد شي حاجه من الارض ولبسها الراس ديال القرعه، علقها تما كفزاعه في وسط الفدان الكبير ديال الدرا.
من بعد في داك الصباح رايلي اخيرا حصل البطل ديالنا في الزنقه، عطاه سلخه مزيانه وسرق ليه الصمطه، نفس الصمطه اللي كان لابس خوه منين ربح في المسابقه. شبع فيه عصا باش يبين ليه انه ضعيف على خوه جيم اللي كان قوي وتيحترموه الدراري كاملين ديال الفيلاج. المهم برد الضربه ورجع بحالو للدار، فين لقى الرساله جديده اللي صيفطها خوه من كاليفورنيا، طلب منه ما يشاركش في المسابقه حيت بغاه يكون تما في الفيلاج منين يرجع من السفار. ولكن البطل ديالنا عيا من العيشه في هذا الفيلاج المنحوس، سرق هاد الطوموبيل وقرر يهرب بلا ما يعلم حتى شي حد. للاسف تعرض ليه لوفيسي جيري قبل ما يفوت القنطره اللي تتفرق الفيلاج من العالم الخارجي. كما شفنا في المقدمه ممنوع على السكان يخرجوا من تما، والمراهق اللي بغى يخرج خاصو يربح بعدا في المسابقه. ريتشي من طبيعه الحال جرب يهرب على رجله، ولكن خلط عليه لوفيسي جيري اللي غيبو في الارض بضربه واحده للراس. بقى هكاك مغيب 3 ايام كامله، بقى مغيب في الفتره اللي تحبسوا فيها المراهقين في بيوتهم. حبسوهم والديهم بلا ما لا ماكله، خلاوهم حاصلين في البيوت باش يوجدوهم للمواجهه، مواجهه الوحش الاسطوري اللي طلقوا الشيباني من الفدان، عمر ليه كرشو بالحلوى وفيقوا يمشي يهجم على الكنيسه. اما الوالدين فاخيرا حلوا على ولادهم المراهقين اللي كما تنشوفوا خرجوا جيعانين وجعرانين مستعدين للعنف والدمايات بحال الحيوانات المفترسه. المهم صحاب ريتشي حتى هما كانوا واجدين، سرقوا هاد الخرشاشه باش يمشيو عنده للدار. ريتشي اللي كما تنشوفوا عاد فاق من الصدمه ديال الضربه، لقى حداه باه اللي ما خلاهش ينوض من ناموسيته، ما خلاهش يخرج يشارك في المسابقه، ولكن الدري هو اللي خلط على صحابه باي طريقه ممكنه. دفع باه وقدر يتسلت في الاخر من امه اللي حاولت حتى هي تحبسه، من طبيعه الحال ما سمعش الهضره. مشى تيقلب على صحابو قدام الكنيسه، صحابو اللي خسرت لهم الطوموبيل في نص الطريق وهبطوا يصاوبوها، صلحوها في اللحظه فين خلط عليهم ريتشي، ركبوا في الخرشاشه واتجهوا نيشان الفدان الكبير ديال الدرا، حيت عارفين ان الوحش غادي يخرج لهم من تما. بداو تيشيروا عليهم الدراري حيت ممنوع يستعملوا الطوموبيلات، ولكن الدراري ما عوالينش يتبعوا قواعد المسابقه، باغيين غير يتخلصوا من الوحش باش يخرجوا من الفيلاج، لبسوا الاقنعه ديالهم واتجهوا نيشان الفدان. اما المشاركين واحد اخرين فكانوا تيدابزوا على الماكله، كان فيهم الجوع حيت هذه 3 ايام كامله ما كلاو شي حاجه. في نفس الوقت تيبان لنا الشيباني تيتسنى بالبالا، هو اللي حفر واحد القبر لاسباب غادي نعرفوهم في الاخر ديال الفيلم. المهم الدراري وصلوا قدام الفدان وفعلا تصادفوا تما مع الوحش، هبطوا يتخلصوا منه ولكن اختفى من قدامهم. لقاو غير السطامي ديالو، عرفوه رجع يتخبى في الفدان، ولكن لقاو الحلوى في الارض وتلهاو تياكلوا. البطل ديالنا بوحدو اللي بقى مركز في المهمه، بان ليه الوحش واقف في وسط الفدان وعلم دغيا صحابو، دخلوا تيجريو يتخلصوا منه ولكن فقدوا واحد من المجموعه، فقدوا صاحبهم اللي قسموا الوحش على 2، الوحش اللي تخلص من الثاني بكل وحشيه، وبقى في الاخر غير البطل ديالنا وصاحبو المكسيكي. تفرقوا على بعضياتهم منين شافوا الوحش قدامهم، ولحسن الحظ ريتشي جا باعجوبه وتلاقى كيلي بالصدفه، تيبان بلي مشاركه حتى هي واخا ممنوع على البنات يشاركوا، هو لا تخلص من الوحش باش تخرج من الفيلاج. خلط عليهم من بعد الدري المكسيكي اللي نجا باعجوبه، ولكن دخلوا الخوف وقرر يرجع بحاله للدار. خلى ريتشي وكيلي حاصلين تما، رفضوا يهربوا معاه حيت بغاو يتخلصوا من الوحش. ريتشي اقترح على البنت يدبروا على شي فردي باش تسهل عليهم القضيه، وهداك الشيء علاش مشاو يسرقوه من الطوموبيله ديال البوليس. اما الدري المكسيكي ففعلا رجع بحاله للدار، ولكن كما تنشوفوا ما خلاوهش والديه يدخل، طلبوا منه يتخلص من الوحش باش يشرف العائله، ما عارفينش باللي الدري مسكين ما مستعدش للقتيله. بقى جالس قدام الدار حتى بان ليه واحد الدري صغير تيغوت من الشرجم، تيحضروا من الوحش اللي خرج ليه على غفله. هرب منه ومشى يتخبى مع 4 ديال المسالمين، الدراري اللي كنا شفنا في المدرسه واللي ما تيامنوش بالعنف. للاسف ما خلاوهش يتخبى معاهم، ولكن بقى فيهم من يسمعوا غواتو. المهم كان فات الفوت حيت كنشدوا الوحش، تخلص منه ودخل يتخلص منهم حتى هما، رجع المخبأ ديالهم كله دمايات تحت الانظار ديال الدراري الصغار اللي تيطلوا من الشراجم. نرجعوا عن ثنائي اللي وصلوا للدار ديال لوفيسيات جاري، لقاوه تيتغاوت مع بوات البطل ديالنا لاسباب غادي نعرفوهم في الاحداث الجايه. المهم ريتشي مد ما جاب ومشى يسرق الطوموبيل، هرب مع كيلي ونجاو من القرطاس ديال جيري. سمعوا في الراديو ان الوحش وصل للسونتر ديال الفيلاج، وفي بلاصه مشاو يتخلصوا منه باش يربحوا في المسابقه. اما الدراري واحد اخرين فكانوا باقيين تيسرقوا الماكله، الجوع اللي فيهم خلاهم يتصرفوا بحال الحيوانات، هجموا حتى على الجزار اللي كان حاضي مع حاله، تخلصوا منه بوحشيه ودخلوا يسرقوا ليه السلعه قدام الانظار ديال الثنائي اللي كانوا تيتفرجوا من البعيد. للاسف حصلوهم رايلي وصاحبه، حاولوا يجريسيوهم ولكن جبد عليهم ريتشي الفردي ديال البوليسي، استرجع سمطو وهرب تيجري من تما في اللحظه فين الدراري كانوا تيدابزوا مع بعضياتهم.
الاجواء ديال المسابقه خلاتهم يفقدوا عقلهم، كما تنشوفوا ولاو بحال الحيوانات. الوحش استغل الفرصه وبدا يتخلص منهم بكل حريه. اما ريتشي اللي كان مخبي مع كيلي في الطوموبيل ديال البوليس فسولها واش فعلا هي اللي حرقات المزرعه ديال الشيباني. قالت ليه لا، وزادت شرحات ليه امور واحده اخرى. علماتو ان الامور الخايبه كامله اللي تيقولوا عليها مجرد اشاعات خاويه، تيحاولوا يوسخوا السمعه ديالها حيت عنصريين وتيكرهوا البراني. جلسوا من بعد تيهضروا على احوالهم حتى سمعوا الراديو، سمعوا ان الوحش مخبي بوحدو في واحد الشارع. خوتنا من طبيعه الحال مشاو نيشان ينفذوا المهمه، وتيبان بلي غادي يخلط عليهم حتى لوفيسي جيري باش يشدهم ويسترجع طوموبيلتو اللي سرقوا. فعلا غير وصلوا بان لهم الوحش خارج من هاد البنايه، كان غادي يتخلص منه ريتشي حتى بقى مبهوض في الصمته. لاحظ ان الوحش لابس الصمته ديال خوه الكبير، ما قدرش يضربو حتى عاوناتو كيلي، بعدات عليه الوحش اللي ضربها الكرشه واختفى من قدامهم. اما الثنائي فرجعوا يتخباو في الطوموبيل ديال البوليس حتى خلط عليهم لوفيسي جيري على غفله. هربوا منه ولكن ضرب البنت لكتفها، وريتشي كما تنشوفوا داها للدار فين القمو باقا فايقه. السيده صدقات سكرانه وعلمات ولدها بواحد المعلومه، قالت ليه ان المراهقين كاملين اللي ربحوا في المسابقات اللي فاتوا كلهم ماتوا في ظروف غامضه، كلهم ماتوا في كسايد ملي كانوا راجعين للفيلاج. وهنا ريتشي فهم باللي مو مخبيه عليه شي حاجه، طلب منها تجاوبه بصراحه وسولها واش هي اللي كانت تكتب الرسائل اللي وصلوه من خوه. تيبان باللي هي اللي كانت تكتبهم بسميتو، تتحاول تقنع ريتشي يبقى في الدار وما يشاركش في المسابقه. قالت ليه باللي لوفيسي جيري هو المسؤول على الوحش، وتخلصت من راسها قبل ما تشرح ليه المعنى ديال هاد الهضره. من جهه واحده اخرى بات البطل ديالنا مشى تلاقى مع البوليسي، هددو بالسلاح وطلب منه ما يربحش ولده في المسابقه، واخا حتى الا قدر يتخلص من الوحش. ما بغاش يربح حيت عارف المصير ديال الفائز، عارف ان الفوز في المسابقات يعني الموت لاسباب غادي نعرفوهم من دابا شويه. نرجعوا عند البطل ديالنا اللي كان باقي تحت الصدمه، شاف مو تموت قدامه وما قدرش يعاونها. نصحاتو كيلي يركز في المسابقه، يتخلص من الوحش باش يربح ويخرجوا بجوج من هذا الفيلاج المنحوس. فعلا هادشي اللي دار وناضي يتخلص من داك العجب، ولكن شعل بعد العافيه في دارو حيت ما عوالش يرجع ليها. العافيه اللي جذبات المشاركين كاملين بما فيهم لوفيسي جيري، صحابهم الوحش اللي شعلها، حيت عاده حتى هو تيشعل العوافي في الديور كما تنشوفوا هنا في هذا المشهد. اما الثنائي فدخلوا يتسناو الوحش في الكنيسه، والبطل ديالنا كما تنشوفوا تفاجأ من يلقى بوه جالس تما. تيبان بلي ان بوداميرو قرر يعاود ليه الحقيقه ديال المسابقه، قال ليه بلي لوفيسي جيري والمسيرين ديال الفيلاج تضحيو بالمراهق اللي ربح في المسابقه، تيتخلصوا منه ملي تيكون خارج من الفيلاج بطوموبيلتو جديده، تيدفنوه قدام الفدان ديال الدرا وتيتسناو يدور عليه العام. تيتسناو توصل الوقيته ديال المسابقه باش يجبدوه ويحولوه الوحش، وتيديروا هاد التضحيات حيت يعتقدوا انها غادي تجيب لهم محصول كبير ديال الدرا. ريتشي اخيرا فهم باللي الوحش اللي عوال يقتل هو خوه جيم، وهذا تيشرح الصمته ديالو اللي كان شاف قبيله. شرح ليه باه باللي ما كانوش عارفين هاد الشيء حتى ربح خوه العام اللي فات، عاد علموهم بالسر ديال المسابقه، هداو ليهم ديك الدار الكبيره باش ما يقولوش للناس الحقيقه. طلب منه ينسى المسابقه ويهربوا دابا مجموعين من الفيلاج، ولكن علموا في ديك اللحظه بالموت ديال امه. السيد من طبيعه الحال تصدم وجلس يبكي على عائلته اللي تشتتات. اما ريتشي فسمع الوحش برا قدام الكنيسه وخرج يعاونوا ويهربوا من تما. جلس يهضر معاه وعلمو باللي عرف الحقيقه، عرف انه خوه الكبير وباللي جا دابا يعاونو. للاسف ضربوا لوفيسي جيري للراس، وكما تشوفوا جلس يموت بين اليدين ديال خوه. اما لوفيسي فعطى الفردي لرايلي، طلب منه يتخلص من الوحش باش يربحوا في المسابقه. خونا من طبيعه الحال قرب عنده يضربه، ولكن هددو ريتشي وطلب منه يحيد من قدامه. جيم الوحش في ديك اللحظه طلب من خوه يتخلص منه باش يرتاح، وفعلا طلب منه السماحه، ضربوا للراس وربح في المسابقه. هنئوا البوليسي وحيد ليه الفردي من يديه، خلاه مصدوم في وسط الدراري ديال الفيلاج اللي هزوه فوق كتافهم تيحتفلوا بنجاحه في المسابقه. احتفلوا به قدام الانظار ديال بواه اللي باقي متاثر ومصدوم بالموت ديال مرته وولده. ريتشي حتى هو دوز الحفله تيخمم واش ينتقم دابا من جيري ولا لا. جيري اللي جاي يهنئو وقال ليه بلي ما كانش متوقع يربح، ما داهاش فيه وناضي يهضر مع كيلي، طلب منها تجمع حوايجها وتسناه في الخرجه ديال المدينه. ثنائي من طبيعه الحال عوالين يهربوا من تما، واخا عارفين ان المسؤولين ديال الفيلاج غادي يحاولوا يوقفوهم. المهم غير سالوا الاحتفالات، المسؤولين قدموا لريتشي الطوموبيل جديده اللي غادي يسافر بها العالم. طلبات منه جارته ديال داك النهار يهربها معاه، ومن طبيعه الحال رفض حيت هو اللي يهرب كيلي اللي تتسناه في الخرجه. اما البوليسي فكان تيستعد يمشي يتخلص منه، حيت كما شفنا تيتخلصوا من الفائز باش يوجدوه للمسابقه ديال العام الجاي. ولكن كما تنشوفوا هددوا باب السلاح، قال ليه باللي ضحاو بولده الاول وما غاديش يخليهم يضحيو بالثاني. دار فيه جيري وقال ليه باللي هو اللي ما قدرش يحبسو من المشاركه، حيد ليه الفردي وجرى عليه من تما. في اللحظه فين البطل ديالنا داز يهز كيلي من الطريق،
طاروا من الفرحة حيت أخيرا غادي يخرجوا من الفيلاج المنحوس، ولكن الفرحة ما كملاتش حيت المسؤولين فعلا ما غاديش يخليوهم يخرجوا. ريتشي حاول يكسيري ويهرب من لوفيسير جيري، وللأسف لقى الشيباني ديال الفدان حابس القنطرة بالماكينة ديال الحصاد. لحسن الحظ ما شافوش كيلي اللي بقات مخبيه في الطوموبيل. طلب منها ريتشي تهرب إلا ما رجعش من هنا 5 دقائق. خبى الفردي في السروال وخرج مستسلم قدام لوفيسير جيري اللي داه نيشان الفدان الكبير ديال الدرا، داه للبلاصه فين تيضحيو بالفائزين ديال المسابقه، ولكن غفلوا وضربوا بقرطاسه وحده للراس. كان غادي يرجع للطوموبيل عند كيلي حتى طيحوا الشيباني في القبر. نقز عنده وتخلص منه بهاد المطرقه الصغيره، دفنوه تحت الرمله باش يحولوا الوحش في الموسم الجاي ديال المسابقه. رجع من بعد يحيد الماكينه ديال الحصاد من الطريق في اللحظه فين كيلي كانت باقا مخبيه في الطوموبيل. فهمت في ديك اللحظه باللي ريتشي ما نجاش من خوتنا، بقات مصدومه في بلاصتها حتى خلط عليها بواه. خلاها تهرب من الفيلاج باش ما يطراش ليها ما طرا لولادو، ورجع ينتقم من المسؤولين ديال الفيلاج. البنت فعلا قدرت في الاخر تهرب من تما، ما ارتاحت حتى فاتت القنطره اللي تتفصل بين الفيلاج المنحوس والعالم الخارجي. جلست تتبكي حيت ما كانش متوقعه تهرب بوحدها، كانت باغا تهرب مع البطل ديالنا اللي جبدوا الشيباني من القبر منين قرب وقت المسابقه. علقوا كفزاعه باش يتحول لوحش، ولكن فكوا باه قبل الوقت. كما تشوفوا تكلف ليه بعدا بالشيباني اللي تخلص منه بوحشيه باش ينتقم لولادو بجوج. خلى من بعد ريتشي المتحول يتكلف بالبقيه، خلاه يمشي ينتقم من المسؤولين ديال الفيلاج وينهيو هاد المسابقه الغريبه ديال التضحيات. العائله، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوناش بجيمو كومونتير وتابوناو باش ما يفوتكم حتى فيلم، ونخليكم هنا مع ملخص واحد اخر اولا هنا مع قصه حقيقيه في القناه الثانيه. يلا نتلاقاو تما. السلام عليكم.